بسم الله الرحمن الرحيم. حلقتنا النهاردة عن البسبوسة المرملة، البسبوسة الهشة، بسبوسة الحلواني. هنعملها بطريقة سهلة، بس أنا هنا هعملها بأكياس الجاهزة اللي بتتباع جاهزة في السوبر ماركت. طيب، أول حاجة أنا هنا معايا 3 أكياس من البسبوسة الجاهزة، كمان هيكون معايا 3 من الزبادي، يعني كل كيس هياخد علبة زبادي. كمان لكل كيس هياخد نص كوباية من السمنة، يعني ال3 أكياس هياخدوا 1.5 كوباية من السمنة. معايا هنا كمان يعني تقريبا 50 جرام من جوز الهند، عايزة ازود لها بس جوز الهند شوية. ومعايا كيس من البيكنج باودر وكيس من الفانيليا. اول حاجة بجيب اناء وافضي كده ال3 أكياس كده بتوع البسبوسة. بعد كده هبتدي ان انا اضيف ال50 جرام من جوز الهند، وده اختياري، مش حابه انت تضيف، بس انا حبيت ان انا ازود بس جوز الهند فيه شويه وقلبته. بعد كده هحط 1.5 كوباية من السمنه، او ممكن تحطي كده سمنه مع زبده، الزبده كمان بتديها طعم حلو قوي للبسبوسه. خلاص، هنا بقى ابتديت ان انا ادعكها كده شويه، يعني بالمعلقه كده في قلب السمنه، بحيث عشان تطلع مرمله معاكي. ودي خطوه مهمه، ان انت لازم تدعكيها كده دعكه كويسه، الحبيبات بتاعه البسبوسه مع السمنه. بعد كده حطيت ال3 كوبايات الزبادي، وابتديت كده بالمعلقه برده كده بحاول ان انا ادخل كده الزبادي فيها. حطيت هنا كيس الفانيليا، وهحط هنا معلقه كبيره من البيكنج باودر. خلاص، بديها بردك هنا تقليبه. بعد كده هبتدي ان انا اضيف لها نص كوباية من المية. انا ضفت هنا نص كوباية من المية عشان بس الم بس بيها العجينة. حابة تضيفي لبن، بس احنا حاطين فيها زبادي، فعشان كده انا كملتها مية. بجيب بقى صينية اللي هدخلها الفرن، وبطنها من بالسمنة. وبعد كده بديها بقى تعفيرة من الدقيق. وبعد كده بنزل بخليط البسبوسة، وبحاول ان انا اسوي البسبوسة كده، ممكن بقى بايدي كده مع حبة من المية لحد ما اسويها. وبعد كده ببتدي ان انا احط فيها الفول سوداني وبدخلها الفرن. هبتدي بقى اعمل الشربات بتاعها، عبارة عن 2 كوباية من السكر، بالظبط 2 كوباية من المية. هحطها بقى كده على النار، واول ما تدخل كده في الغليان هبتدي ان انا احط لها عصير ليمون. بعد كده هسيبها تقريبا كده 7 دقايق تاخد كده وتدي مع بعضها على النار. بعد كده هبتدي ان انا بعد ال7 دقايق اطفي عليها، وابتدي احط لها كيس من الفانيليا. هنبص بقى كده على الصينيه بتاعتنا، خدت بقى لون وهي كده استوت، وابتديت ان انا اطلعها وهي كده لسه سخنه. ببتدي اجيب بقى الشربات بتاعنا وازقه لها وهو كده هي سخنه. اول ما بتشرب معاكي الشربات تعرفي كده ان النتيجه بتاعتك كده مظبوطه، وكده البسبوسه بتاعتك بقت مظبوطه. طيب، بعد كده هبتدي ان انا اسقيها واسيبها بقى تهدى خالص وتبرد. ببتدي ان انا اقطعها واقدمها في طبق التقديم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.